أول سر يجعلنا نتلذذ بالدعاء هو ما ذكرت، أن تستشعر أنك تناجي الله عز وجل. إيش معنى تناجي الله؟ يعني تكلم الله سبحانه وتعالى. للأسف كثير من الناس في الدعاء يهتم بالأمور الظاهرة، يهتم بأسباب إجابة الدعاء الظاهرة، بأنه مثلا يرفع يديه، بأنه يكون في وقت الإجابة، في أماكن الإجابة، في الأحوال التي تحصل بها الإجابة، وسائل استجابة الدعاء، توسل إلى الله عز وجل بالوسائل المشروعة. يهتم بالأسباب الظاهرة وهذا خير، لكن يغفل عن الأسباب الباطنة، عن حقيقة الدعاء الباطنة، وهي تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى. الدعاء من عظمته يجمع عدة عبادات، من أعظمها العبادات القلبية. كيف أتلذذ بها؟ أتلذذ بها حينما أستشعر أنني حينما أدعو الله سبحانه وتعالى أنني أكلم الله سبحانه وتعالى، أنني محتاج إلى الله عز وجل، أنني مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى. أستشعر أن الله يسمعني، أن الله يراني، أن الله معي، أن الله يحيط بي، أن الله عز وجل على كل شيء قدير، أنه أغنى الأغنياء وأكرم الكريمين وخير الرازقين وأرحم الراحمين سبحانه وتعالى. الإنسان أحيانا حينما يبدأ في الاستقامة وفي الإيمان يبتلى، حتى يقول له الشيطان: ها شوف متى ابتليت؟ يوم صرت مطوع، لما تدينت، لما استقمت، لما طلبت العلم. هذا ابتلاء واختبار من الله عز وجل. قال: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ألما وجدته منذ أسلمت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك، سواء كان رأسه أو صدره أو بطنه أو يده.